السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله مميزه جدا وهو الجلاش. هعمله بالعسل وكمان طلع معايا جميل جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله وتستفادوا منه. اول حاجه هنا انا بدات افضي كده الورق الجلاش كده من الكيسه بتاعته وافرده بالراحه علشان ما يتقطعش مني. فردته بالطريقه دي كده. بجد يا جماعه في النهايه طلع تحفه جدا وكان جامد جدا يعني. طبعا انا كده جهزت ورق الجلاش ورحت علشان اجهز الإدام دوت. عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقتين كبار سمنة، من معلقتين حسب بقى الكمية اللي انت هتعمليها. هتعملي معلقتين كبار سمنة على كوباية زيت، وهتضاعفي الكمية. لو محتاجة هتعملي كمية اكبر هتحطي 4 معالق سمنة على كوبايتين زيت وهكذا. وهتدوبيهم مع بعض على النار هادية وهتدهني بيهم بالشكل ده كده. مش هتكتري عشان ما يطلعش مزيت منك وهيبقى مش حلو كده ويغم النفس. لا، هتحطي الطبقه اللي هتحطي عليها، مش هتحطي على الطبقه اللي في وشها. يعني هتحطي الطبقه كده وهتدهنيها وهتحطي التانية عليها من غير ما تدهن، وتدهني الوش بس، ما بتدهناش من الجنبين علشان ما يطلعش معاكي مزيت ويغم النفس كده. لا، كده بيطلع خفيف كده وطعمه بيبقى جامد والزيت فيه بيبقى معقول. حتى لو حد يعني ممنوع عنه الزيت وكده، والزيت اصلا دي حاجه، الإدام ده حاجه مش مفيده، بس احنا بنحطه بس عشان يفرق كل طبقه عن بعضها. فما بنحطش كميه كبيره، بنحط كميه اللي هي بس تخليه كده مورق وبس. اهو يا جماعه انا كده اول ورقه حطيت عليها كده وبدات وفصلتها عن الباقيين، وبدات احط على الورقه التانية ادهنها بالشكل ده. بس طبعا مش هحط الجنب اللي فيه زيت على الجنب اللي فيه زيت، لا انا هشيلها كده. هتشوفوا معايا دلوقتي اهي بشيلها بالراحه علشان ما تتقطعش ولا اي حاجه، وبحط ظهرها اللي ما فيهوش اي حاجه اهو على اللي فيه زيت تحتيه. بس اهم حاجه دي خطوه مهمه جدا، علشان لو كترتي فيه الزيت ودهنتي كتير كتير ومفكراها حاجه حلوه، لا ده مش حلو خالص وبيطلع في الاخر مزيت كده ومحدش بيقدر ياكله وبيغم النفس كده. لا كده بيبقى طعمه روعه والزيت فيه معقول وخفيف كده وجميل، وبيبقى مورق جدا على فكره وجميل جدا. وهبدأ بقى اعمل كده يعني. اللفة عملت بيها مرتين، عملت بقى اللي هما 2 يعني وقطعتهم، عملت بيها لفتين. اللفة الواحدة قسمتها على 2. هوريكي ازاي دلوقتي هتوصلي للنتيجة. هتلميه ازاي دلوقتي وهتوصلي لشكله ازاي. انا مش قاطعه حاجه من الفيديو، مريت الفيديو كامل علشان امشي معاكي خطوه بخطوه ويطلع معاكي مظبوط زي ما طلع معايا بالظبط وجميل جدا يعني. اهو يا جماعه بصوا بحطها من غير ما ادهنها تاني، هي مره واحده بتدهن وخلاص. في بقى اللي بيدهن وش وظهر وش وظهر، لا انا بدهن بس وشها وبحط عليه واحده تانية، ما بدهنش بالجنبين، هو جنب واحد كده. كنت انا خلصتهم كلهم. هنا بقى كنت حاطه سمسم على سوداني كده وكسرته وحطيتهم على بعض وحشيت بيهم، كان طعمهم جميل جدا وكانوا جامدين. وكمان ساعات بعمله ساده اصلا من غير الحاجات ديت، عشان عندي يعني في البيت محدش بيحبه بالحشو قوي، بس لما دوت حبوا الحشو كمان. فانت لو عندك بيحبوه بالحشو هتحطي سوداني كده وسمسم وتكسريه، بتبقى اقتصاديه وطعمها روعه جدا جدا يعني. جربيها وهتشوفي. ولو ما عندكيش حاجه هتلفيه كده من غير اي حاجه، وفي الاخر لما تسقيه بالشربات هيبقى طعمه روعه جدا. هنا كده بدات الفه. بصي بقى اللفه دي هتلفيه كده، بس هتيجي عند اخر
حاجه هتتنيه كده عشان يبقى لجوه، هتبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت ما يتحرقش منك الحرف بتاعه. هتتنيه بالمنظر ده كده مرتين، وهتعمليه على التانية اللي انت عاملاها بالمنظر ده كده علشان الحرف بتاعه ما يتحرقش، وفي نفس الوقت بيبقى شكله روعة جدا، ما يبقاش وحش. وهتبداي تقطعيه بقى، قطعيه الاشكال اللي انت عايزاها عادي، ممكن متساوي، ممكن تقطعيه بسمبوكسه بالشكل دوت عادي، كله شغال. الصوت بقى معلش اهو يا جماعه، بصي بقى شكله جامد جدا بجد. وبعدين هتدهني الوش بتاعه كده قبل ما تحطيه في الصينيه علشان يبقى حلو كده ويتحمر، ياخد وش. وهتبداي ترصيه. طبعا دي الكميه كلها، انا عملت معاكم لفه واحده بس، دي الكميه انا عملت معاكم نص لفه كده، عملت الكميه دي، ودي بقيت الكميه. بصوا يا جماعه انا مقطعاه كذا شكل عادي، وطعمه في الاخر كان جميل جدا، وشكله هتشوفوه معايا في الاخر لما طلع من الفرن كان جامد جدا. ودي كانت واحده تانية لفاها برضو، يعني لفه الجلاش بتعملك 2 من ديت. هنا قطعتها مثلثات بالشكل ده، كان شكلها جامد جدا برضو. بصوا المنظر عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه، اي شكل عايزاه شغال معاكي بجد. وبصي اعمال البيت احسن من الشراء بره تماما، يعني تبقى حاجه واثقه فيها وفي نظافتها وفي كل حاجه، وفي نفس الوقت بتبقى انت عاملاها بايدك، بتبقى حاجه الصراحه بتخليكي تبقي مبسوطه ان انت عرفتي توصلي للنتيجه ديت. بصوا يا جماعه، ده لو حد عايز شكل مثلثات اهي جامده جدا. وهنا بقى رحت دخلتها الفرن كده، اخد وش من تحت كده طلعته. طبعا دوت انا سهيت عليه شويه، مفروض يبقى اقل من كده بس ما عملش اي حاجه. لما عملت عليه الشربات بقى جامد جدا لانه بيطرى. وبعدين دخلته على الشوايه اخد اللون ده. بصوا المنظر، شكله روعه بجد يا جماعه، شكله جميل جدا وكمان كان طعمه جميل. طبعا التحمير دوت ما بيعملش اي حاجه، بالعكس بيبقى احلى. لو طلعتيه ابيض هتحطي عليه الشربات بالمنظر دوت، فهيسيح كده، هيدوب كده، هيبقى مش مستوي من جوه ولا اي حاجه، فهيطلع معاكي مش حلو. لكن لما تحمريه كده وتحطي عليه الشربات، اللي متحمر ده هيطرى اصلا، فهيبقى يدوب يعني، مش هيبقى معجن، لا هيبقى حلو بقى. لكن لو ما حمرتوش كويس او ما خليتيش وشه يصفر كده هيعجن منك خالص. بصوا يا جماعه، بصوا هو كان متحمر، وبص يا دوب هو كده بالشربات يا دوب بقى جامد جدا. انا دلوقتي هوريكم حته. يلا يا جماعه بقى دوسولي لايك وشجعوني عشان انزل لكم كل حاجه بعملها، وجربوا دوت مش هتندموا، هيعجبكم جدا جدا. اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك، عشان والله بتعب جدا عشان اصور الفيديوهات ديت وانا بعملها، وعلشان اوصل واجمع الفيديو واتكلم عليه، دي بتبقى حاجه والله مش سهله خالص، فياريت كله يشجعني بلايك. بصوا بقى يا جماعه، بصوا منظره جامد جدا. بصوا بقى اللي هي كانت متحمره، بصوا بقت مظبوطه. انا حبيت اقطعه كده عشان اوريهولكم من جوه، عشان طبعا لو حد يقول مثلا لا ده اصفر قوي او متحمر قوي، لا بالعكس، انت لو ما حمرتوش قوي كده هيعجن منك، مش هيبقى حلو خالص. بس وفي اخر الفيديو مع السلامه.